السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم كنافة بلا كريم باتيسير، كتجي رائعة. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. نبداو على بركة الله. كنحتاجو الكنافة اللي نقطعوها على هذا الشكل. المهم انا درتها في الميكسور، قطعتها قطع صغيرة، وغادي نضيف عليها واحد جوج ديال الملاعق ديال السكر كلاصي، وغنضيف عليها عاود واحد 4 ملاعق ديال الزبدة. من الأحسن تكون حيوانية باش تعطينا واحد المذاق زوين. وغادي نبداو ندخلو ديك الزبيدة في الكنافة ديالنا هي السكر كلاصي، ونخلطو جميع العناصر حتى ينسجموا لينا. بعد ما خلطتهم غادي ناخد واحد المول عندنا دائري. يستحسن يكون هاد المول العجيب. بعد ما دهنته بالزبده ودخلته بطبيعه الحال الثلاجه، جبدته ودرت فيه ديك الكنافه ديالي، وبقيت كنضغط عليها بهاد الكاس حتى تاخد حجم المول. وغادي ندخلوها ان شاء الله الفرن على درجه 180 حراره. غادي ناخدو كاسرونه وغادي نصايبو داك القطر اللي غادي نسقيوها به. غناخدو واحد الكاس ديال الماء وغادي نضيفو عليه 2 الكيسان ديال سنيده، وغادي نضيف عليه واحد القطعه من البرتقال او الليمون باش النكهه اللي بغيتو. وغادي نديروها كيف ما كتعرفوا على نار مهيله حتى تغلى لينا. وهنا بعد ما خرجت الكنافه من الفران وهي سخونه، غناخدو داك القطر بعد ما برد لينا غادي نسقيوها به. صافي وغادي نخليوها على جنب. وندوزو دابا باش نصايبو ديك لا كريم باتيسير. كنحتاجو ليها 2 الكؤوس ديال الحليب، و 3 الملاعق ديال السنيده،
وغادي نضيف عليهم عاود 3 الملاعق ديال لا كريم باتيسيير. المهم البنات انا خديت هذا جاهز، وانتم الا بغيتو تصايبوه صايبوه. وغادي نحركوهم مزيان، نحركوهم مزيان. وغادي نديروهم على نار مهيله حتى يختار لينا الخليط. وهنا بعد ما اختار لينا غادي ناخدو الكنافه ديالي اللي سقيتها من قبل، وغادي نخوي فوق منها لا كريم باتيسيير بهذا الشكل. وغادي ندخلها ان شاء الله الثلاجه حتى تماسك. هنا بعد ما تماسكت خرجتها من الثلاجه وخديت البيستاش اللي هروشته، وغنبدا نزين به الجوانب ديال الكنافه ديالي. هذه البنات كنافه بطريقه مغايره حتى هي كتجي رائعه، كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا الخبر. وهنا بعد ما زينتها بهاد البيستاش المجروج غادي ناخدو هاد الورود الغذائيه نزين بها باش تضيف لينا واحد الجماليه للطبق. كما كتعرفوا انا ان العين كتاكل قبل من المعده. شفتوا البنات كتجي رائعه، كنتمنى تجربوها وما تنسونيش من الدعاء ديالكم. وهنا البنات ضروري ما نقطعوا منها واحد المورسو باش تشوفوها كيف جات، كتجي رائعه شكلا ومذاقا. ودابا البنات ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.